بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اكاديميه المصري السنه دي سيزون مختلف تماما، اداره جديده وانديه الدرجه الثانيه والثالثه، بحيث ان احنا كنا بنلعب مسابقات رسميه السنوات الماضيه. ان شاء الله السيزون ده باذن الله عندنا امل كبير في ربنا وفي قدراتنا وفي لعيبتنا وفي مدربينا وفي جهازنا الفني والطبي والاداري. اكاديميه المصري السنه دي هتخدم اللعيبه المبتدئه، مدارس الكره، والناس اللي محتاجه تعليم اولي، تعليم مهارات اساسيه، الناس اللي عندها خبرات سابقه او عمرها التدريبي كانت معانا على مدار موسم او اثنين او ثلاثه. ان شاء الله يكون ليها دور وحظ كبير جدا انها تلعب مسابقه رسميه السنه دي تبع الاتحاد المصري لكره القدم. القطاع التسويقي او القطاع الاهم اللي هو ان شاء الله هيخدم كل اهدافنا السنه دي، لاي لاعب شارك معانا مسابقه رسميه قبل كده موسم واحد على الاقل، او حتى في نادي تاني او في اكاديميه تانيه وجالنا السنه دي، ان شاء الله هنعمل له بروفايل محترم جدا ونشتغل عليه تسويق لانديه الممتاز او حتى خارج مصر. والكلام ده يعني مش هيكون بيشرف عليه اكاديميه المصري بس، لا احنا ان شاء الله معانا نخبه كبيره جدا من قطاعات الناشئين ومن وكلاء اللاعبين ومن رؤساء قطاعات الناشئين لانديه الممتاز الف. انا بشكرك والله انك موجود معانا النهارده، واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا، يساعد كل لاعب عنده حلم وهدف، وهو ده دايما دور اكاديميه المصري مع اللعيبه. ويمكن شهاده اولياء الامور انت سمعتها وبتسمعها دايما، ان احنا الحمد لله بنتعامل مع اللاعب كاسرته، نهتم بالجوانب النفسيه، التغذيه، المذاكره. اللاعب اللي بيجي لنا جايب نتيجه كويسه في المدرسه بتاعته بنحاول نعمل له حفل تكريم ونكرمه، واللي حافظ قران كريم برده بنعمل له حفل تكريم ونكرمه، اللي عنده اي موهبه خارج رياضه كره القدم نفس الشيء بنحاول نحتوي الموهبه دي ونشكره ونكرمه. فاحنا مش شغالين كره قدم بس، وما زلنا ان شاء الله يعني برده بنسعى وبنجتهد ان احنا نوفر انشطه اكتر خلال السيزون ده، لان ده موسم الحصاد. وان شاء الله اكاديميه المصري ترجع لوضعها الطبيعي الرائده كافضل منظومه رياضيه متخصصه داخل مدينه 6 اكتوبر.